بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الأسئلة يقولون أن القرآن الكريم كتاب هداية وهو للجميع، فلماذا لا يؤثر كما كان يؤثر في السابقين؟ هذا إشكال أو سؤال يطرح، أنه القرآن الكريم هو كتاب هداية، فلماذا أثر في الأولين ولم يؤثر في الآخرين؟ يعني الناس الآن تقرأ الكتاب ولا تتأثر، يعني الأغلب الأعم. في معرض الجواب نقول أن القرآن أولا وبالذات هو كتاب هداية، ولكن كتاب هداية لمن استهدى. الله تعالى يقول هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. للمتقين يعني الذين يعملون بالقرآن، يعني الذين يخافون، الذين يطبقون، الذين يعملون. شنو يعني؟ يضربون مثل كما في الأستاذ مع تلاميذه خطابه بشكل عام، لكن هناك خطاب خاص للمجتهد، للمتفوق، للدارس. فالمتفوق والدارس هو الذي يستفيد. يعني لماذا الأولون كانوا يستفيدون من القرآن الكريم، أما الآن فالأغلب الأعم يقرأ القرآن ولا يستفيد. قلنا هو خطاب عام، هو خطاب شامل، ولكن يراد به المهتدين، يراد به المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين. هو خطاب عام، ولكن أغلب الناس لا تلاحظ الله تعالى في تعاليمه وأوامره ونواهيه وزواجره، فلذلك لا يتأثر الإنسان. هذه من جملة العوامل في أن القرآن الكريم لا يؤثر بالفرد. الله تعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يعني الشخص الذي يخاف وعيد يعني الوعد يوم القيامة، فذكر بالقرآن. لكن كما قلت لكم أنه الخطاب عام، ولكن يخص به المتقين، كما أن الأستاذ خطابه عام مع التلاميذ جميعا، ولكن الذي يستفاد من شرح الأستاذ وبيان الأستاذ هم الطلبة الذين يدرسون ويحضرون ويتعبون على أنفسهم. كذلك القرآن الكريم هو خطاب عام، لكن الذي يستفيد من القرآن الكريم الذي يتقي الله عز وجل. هكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فهو كتاب هداية، لكن لمن؟ للمتقين. فالمتقي هو الشخص الذي يلاحظ الله عز وجل في كل شاردة وواردة، هذا الذي يؤثر فيه القرآن الكريم. فالذي يؤثر فيه القرآن الكريم هو الذي يعمل بمضامينه، لا مجرد ألفاظ كما هو الظاهر اليوم. أغلب الناس يتعامل مع القرآن الكريم فقط في الظاهر، ولكن المراد هو الواقع المعاش الخارجي. يجب على الإنسان أن يتعامل مع القرآن الكريم تعامل واقعي حقيقي في كل شاردة وواردة، وهذا أمر قد يكون الفرد ملتفت إليه، وقد يكون غير ملتفت إليه، ولكن واقعا يجب أن نتعامل مع القرآن الكريم كما خاطب الله تعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما غير المتقي، يعني غير المصلي مثلا، الذي لا يصلي غير متقي، فهذا حتى وإن قرأ القرآن لا يؤثر فيه. فلذلك قلنا القرآن الكريم كان يؤثر في السابقين ولا يؤثر الآن، لأنه السابقون كانوا يطبقون ما يقرؤون في الواقع الخارجي، أما اليوم فمجرد ألفاظ. فالقرآن هو كتاب هداية، ولكن الواقع المعاش خلاف ذلك. لذلك الله تعالى خطابه عام، ولكن الذي يستفيد من القرآن الذي يصل إلى، يعني الذي يرقى بنفسه. طبعا هو ممكن لكل فرد، يعني كل إنسان ممكن أن يستفيد من القرآن، ولكن يصل إلى مرتبة الخطاب، إلى مرتبة استحقاق الخطاب. يعني إيش؟ يعني إذا فرد لا يصلي وغير ملتزم ومنحرف، فهذا بطبيعة الحال غير ملتفت، يعني غير ملتفت إلى مضامينه وإلى ألفاظه وإلى معانيه وإلى ما يريد القرآن الكريم.
أما الطالب الشاطر والذي يحضر ويدرس ويتعب على نفسه ويجاهد، فهذا بطبيعة الحال يستفيد من شرح الأستاذ، يستفيد من شرح الأستاذ. فلذلك الذي كما قلنا الذي يستفيد من يعني من القرآن الكريم هو الشخص هو المهتدي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين هم الذين يخافون الله عز وجل في كل شاردة وواردة. فلذلك هذا جواب على الإشكال الذي طرح، لما السابقون يتأثرون في القرآن الكريم والآن الأغلب العام لا يتأثر في القرآن الكريم. مع العلم تغير التكنولوجيا والتطور ومساجد وعلوم حديثة وما شاكل ذلك. وسابقا كان يحفظ أو يكتب على جرائد النخيل أو على السعف وما شاكل ذلك. قلنا أنه هدى للمتقين، فالذي رقى بنفسه ووصل إلى مرحلة الخطاب يمكن أن يستفاد. الخطاب شامل عام والمراد به خاص. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل محمد. اللهم صل على